ازيكم يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين. ناس كتير سألتنا يا جماعة يا مفيش طريقة نقدر ناخد بيها تأشيرة التشيك بطريقة سهلة وبدون حساب بنكي. في طرق كتير يا جماعة واتكلمنا عنها، زي طريقة النهاردة اللي هتسهلك ان انت تاخد طبعا تأشيرة التشيك وتقعد في البلد هناك لمدة سنتين، وتقدر تجدد برضو السنتين دول يا جماعة، وتعتبر الشروط بتاعها في مجالات بسيطة. هنعرف طبعا تفاصيل الطريقة بتاع النهاردة اللي هتسهلك طبعا الحصول على تأشيرة شنجن التشيك، وتديك كمان حق الإقامة هناك. بس الأول لو أنت أول مرة تشوفنا يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب وكل سنة وأنتم طيبين. ناس كتير يا جماعة بتسألنا عن طرق إنها تساعدها فعلا تدخل أي بلد أوروبي بدون حساب بنكي زي طريقة النهاردة يا جماعة. بس طبعا كل طريقة بتختلف عن التانية. يعني مثلا الطرق اللي احنا بنقدمها يا جماعة ساعات بتكون لناس معينة زي طريقة النهاردة. فمثلا المنحة اللي احنا هنتكلم عنها النهارده ومقدمها جامعة تشارلز يا جماعة في قلب دولة التشيك. المنحة ديت بتسمح لك ان انت تقعد سنتين هناك في قلب البلد، تكمل دراستك هناك في البكالوريوس، او ان انت تعمل ماجستير لمدة 3 سنوات، وممكن تجدد المنحة ديت لمدة سنتين زي ما قلنا برضو يا جماعة. بتديك المنحة ديت 3000 يورو. ال 3000 يورو دول عشان يغطوا مصاريف إقامتك هناك ومصاريف دراستك وأكلك وشربك وإقامتك، اللي هي إيجار الشقة هناك برضو يا جماعة. خصوصا طبعا اليورو تعتبر عملة قوية قصاد الكورونا بتاع التشيك. برضو يا جماعة تعتبر إن المعاهد المطلوبة أو التخصصات المطلوبة في قلب المنحة ديت كلها أو أغلبها أدبية، زي مثلا هنلاقي في الفلسفة، في السياسة، في التاريخ، في الجغرافيا. يعني اي حد في التخصصات ديت وحابب يسافر دولة التشيك يقدم على المنحة دي. المنحة ديت عشان تقدم عليها بأوراق بسيطة جدا. فمثلا هيحتاج منك شهادة التخرج وكشف الدرجات بتاع الشهادة دي. تاني حاجة هيحتاج منك خطاب نية، برضه هيحتاج منك 2 خطاب توصية وشهادة لغة. يعني لو موجودة شهادة لغة بس لازم تقدم لهم إثبات إن أنت طبعا بتتكلم اللغة الإنجليزية، عشان إن أنت لو هتحضر ماجستير أو إن أنت هتكمل تعليمك مثلا هتعمل بكالوريوس. فده تعتبر من أسهل الطرق ليك طبعا اللي مقدماها جامعة تشارلز، بجانب طبعا مع وزارة التربية أو التعليم في قلب دولة التشيك والشباب والرياضة. واخر فرصه طبعا للتقديم على المنحه ديت يا جماعه يوم 30 ابريل 2024. يعني انت قدامك لسه فتره ان انت تجهز الورق بتاعك. طريقه بقى التقديم على المنحه ديت برضو بقى احنا عرفنا ايه الاوراق اللي هتطلب منك: جواز سفر، شهاده تخرج، وطبعا خطاب التوصيه وخطابات النيه. اول حاجه يا جماعه لازم ان انت تجيب قبول جامعي من الجامعات اللي انا طبعا هسيبها لك في قلب صندوق الوصف. يعني بتتراسل مع اي جامعه من دول في التخصص بتاعك، فلو انت قدرت ان انت تجيب منها قبول جامعي بتجهز طبعا الاوراق اللي احنا ذكرناها في اول الفيديو. بعد كده بتبعتها على ايميل الجامعه، الرابط اللي هيبقى موجود برضه في قلب صندوق الوصف. يعني بتتواصل مباشره مع الجامعه. في حاله طبعا تم قبولك هم بيبعتوا لك خطاب قبول. الخطاب ده بقى بيسهل لك زي ما قلنا يا جماعه ان انت تقدر تروح تقدم على التاشيره، تاشيره شنجن، تاشيره دراسه، ولمده سنتين. بعد كده انت بتعملش اي حاجه غير ان انت بتحجز تذكره الطيران وبتدخل بلد هناك. بيتصرف لك طبعا اول ما بتروح 3000 يورو زي ما قلنا يا جماعه. 3000 يورو دول عشان ايه؟ عشان طبعا مصاريفك هناك هي اللي هي مصاريف الدراسه ومصاريف الكتب، طبعا وجباتك اللي هي الاكل والشرب، الايجار اللي انت السكن انت هتسكن بقد ايه مثلا في خلال السنه. عشان كده حبيت ان انا اقدم لكم الفرصه ديت خصوصا للناس طبعا اللي هي معهاش حساب بنكي وحابه انها تسافر دوله اوروبيه. فدوله التشيك مقدمه لك الفرصه ديت وبدون اي شروط، والشروط بتاعتها سهله. بس طبعا لناس طبعا اللي هم اتكلمنا عنهم في التخصصات الفلسفه، في السياسه، في الاقتصاد والمال. وانا هسيب لكم رابط التخصصات طبعا مطلوبه في قلب صندوق الوصف برضو عشان الناس اللي برضو حابه تعرف ايه هي التخصصات المطلوبه منك بالظبط. برضو الفرصه ديت متاحه للدول الناميه، يعني من الاخر كده بتخاطب اغلب دول افريقيا ودول الشرق الاوسط اللي هي الدول العربيه. فانت لو معاك طبعا الشروط ديت ومتوفره فيك انا انصحك قدم على الفرصه ديت، وبالتوفيق للجميع باذن الله. ولو في اي استفسار يا ريت تنسبونا في قلب التعليقات، وانا في اقرب فرصه هرد عليكم. وشكرا ليكم وبس كده.